مباراة من المباريات المهمة بالنسبة لمنتخبنا الوطني في بطولة العرب. كل التوفيق للعراق من خلال المباريات والأسماء الحاضرة مع منتخبنا الوطني. نحن وإياكم انتظار صافرة البداية. فريق الجيش سيكون على يمين السادة المشاهدين، بينما فريق نفط البصرة سيكون على يسار السادة المشاهدين. كل المباريات مهمة، مباريات عندما تصل للمرحلة الثانية تكون مهمة جدا بكل تأكيد. حكام اللقاء وتنطلق المباراة. البداية مع فريق الجيش، بداية المباراة وانطلاقة المباراة. كل تأكيد الدقائق الأولى. الشوط الأول، كرة وصلت لحارس المرمى نفط البصرة. بداية اللقاء، كرة ملعوبة الآن، تمرير بعد ذلك، نقلات لفريق الجيش الذي يبحث عن أول أهداف اللقاء. هنا التحضير والتصويبة، ممكن شد وصافرة، ولدينا خطأ. صافرة وخطأ، خطأ لفريق الجيش. المحاولة مستمرة، تبقى المحاولة من اليمين، التصويبة ولكنها مرت، أو هدف أول لمصلحة فريق الجيش. أول الأهداف لفريق الجيش، هدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء. يبدأ الجيش يسجل أول أهداف اللقاء. الفريق المستضيف كان الهدف عن طريق لاعب، تتحدث عن اللاعب التونسي سفيان الطرابلسي. هنا التحضير، نفط البصرة، محاولة مستمرة، هجوم علي فرحان، صافرة وخطأ. خطأ لنفط البصرة. محاولة مستمرة، تحضير، سيف لميثم عودة، صافرة وخطأ من جديد لعلي فرحان. تحضير الآن، سيف عبد الحسين، نفط البصرة، ميثم يصوب، وهدف التعادل. هدف التعادل عن طريق ميثم عودة بتصويبة كانت ممتازة. هنا التحضير، كاميران، لاعب المحترف الإيراني كاميران أسد الله. تحضير من جديد، مدرب رعد خنجر، مدرب فريق نفط البصرة. توجيهات مستمرة، يسعى للحصول على نقاط هذا اللقاء ونقاط المباراة، مع أنها مباراة ليست بالسهلة أمام فريق الجيش، فريق الذي يمتلك العديد من العناصر. كان واضح في الصورة خليل إبراهيم لاعب نفط البصرة. تحضير من جديد، هجوم الآن، تصويبة وهدف ثاني. هدف ثاني هذه المرة يسجل لفريق الجيش. هدفين مقابل هدف واحد. تحضير الآن، نفط البصرة، محاولة مستمرة، تبقى الكرة فيها محاولة لميثم عودة. المحاولة، البحث عن ثغرة للتصويب، وبالتالي الكرة فيها ارتداد سريع، وحارس المرمى يتصدى بذكاء. الحارس يتصدى، علي جاسم حارس مرمى
فريق نفط البصرة. هذا علي جاسم، بينما هنا كذلك خليل إبراهيم. مباراة لا زالت فيها تقدم لفريق الجيش. تحضير الآن، هجوم سفيان لكاميران مرة أخرى، تبقى المحاولة والتصويب إلى الخارج، فيها صافرة ربما وفيها خطأ. خطأ الآن. هنا حارس المرمى علي جاسم. هنا التحضير عن طريق سفيان طرابلسي اللاعب التونسي، والكرة فيها خطأ. حاول تصويب وهدف ثالث. الهدف الثالث عن طريق سيف علي. سيف علي يسجل الهدف الثالث. هنا خطأ لحسين فرحان، وإبعاد كذلك لعلي عباس. خطأ إذن، 3 مقابل هدف واحد بعد مرور 6 دقائق. تحضير نفط البصرة، ميثم حاول التصويب، صافرة وخطأ لنفط البصرة. 9 أمتار. تحضير من جديد لنفط البصرة، ضغط وإعاقة من قبل كاميران أسد الله. هنا سيف عبد الحسين، بينما هنا التصويب ممكن من الأيمن. يسجل نفط البصرة الهدف الثاني عن طريق رضا علي. رضا علي يسجل الهدف الثاني. رضا يسجل الهدف الثاني. 3 مقابل هدفين. يحاول أن يتعادل نفط البصرة. تحضير الآن مستمرة، والتعادل. التعادل يأتي هذه المرة. التعادل يأتي هذه المرة من الأسمراني حسين حسن. 3 مقابل 3. 3 مقابل 3 لكلا الفريقين. عودة جيدة وسريعة بالنسبة لفريق نفط البصرة. تحضير الآن، نفط البصرة والهجوم، فرصة. هذا التالي علي صلاح. هنا التصويب والرابع. الرابع، الهدف الرابع. الهدف الرابع، الهدف الرابع عن طريق 23 اللي هو لاعب فريق الجيش أسامة رفعت. أسامة رفعت يسجل الهدف الرابع. تحضير الآن، تصويبه وحارس المرمى يتصدى. حارس مرمى فريق الجيش، بينما هنا الارتداد علي صلاح، وهدف جميل. هدف جميل عن طريق علي صلاح. علي صلاح يسجل هدف جميل الآن لمصلحة فريق الجيش. 5 مقابل 3. 5 مقابل 3. تحضير الآن، نفط البصرة، محاولة مستمرة، صافرة وخطأ. تحضير وهدف. هدف بالجديد.
5-4. أسامة رفعت، تحضير عن طريق سفيان الطرابلسي. تحضير من جديد، هدف لفريق الجيش. ستة مقابل 4. مدرب محمد حمزة. تحضير الآن حسين حسن لمصلحة فريق نفط البصرة. محاولة مستمرة، تبقى الكرة وبعد ذلك نقلات. ميثم يحاول تصويبة، ممكن لميثم يصوب، والقائم الأيسر. تصويبة كانت قوية ولكن القائم الأيسر يتدخل. هنا الارتداد السريع، علي صلاح يحاول علي، وحارس المرمى كذلك علي جاسم. هنا الارتداد لنفط البصرة، أمير حسين حارس المرمى تترك. هنا الحارس علي جاسم. توجيهات مستمرة، نتيجة 6-4. مدرب كذلك رعد خنجر اللي كان واضح في الصورة. هنا الجيش، المحاولة مستمرة. مصطفى محمود لسفيان الطرابلسي لمصطفى، أو سيف علي. فيها صافرة وفيها خطأ، فيها ارتداد، فيها تحضير. ممكن نفط البصرة، المحاولة مستمرة. كرة إلى جهة اليسار، حسين حسن. تحضير الآن، ميثم، رضا، حسين فرحان لعلي فرحان. حسين، ميثم، نفط البصرة. محاولة مستمرة، ممكن تصويب. ميثم التصويب، وحارس المرمى يتصدى. عادة لفريق الجيش، ارتداد سريع، فيها ممكن هدف، فيها ممكن هدف، والخطأ لمصلحة نفط البصرة. خطأ لحسين فرحان حكم المباراة. هنا سيف علي، تحضير الآن فريق الجيش. محاولة مستمرة، نقلات. أسامة يحاول، وهنا التصويبة اصطدت بوجه حارس المرمى على ما اعتقد بالسلامة لعلي جاسم، حارس مرمى فريق نفط البصرة. ما نتمنى تكون إصابة. توجيهات مستمرة من المدرب. الحارس بفدائية كبيرة كان في اللقطة الماضية، تصدى لكرة أسامة رفعت. مباراة لا تزال، فارق الهدفين، تفوق لفريق الجيش على حساب نفط البصرة من خلال هذا اللقاء، لقاء دور 13 للمرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد لموسم 2024-2025. هنا التصويب وهدف عن طريق حسين فرحان.
هدف حسين فرحان يسجل هدف خامس لنفط البصرة. 6-5. تحضير الآن علي صلاح، سفيان الطرابلسي، مرة أخرى أمان الله لاعب التونسي، أمان الله بن عبد الكريم من تونس وسفيان الطرابلسي من تونس. هنا هدف يسجل مصطفى محمود، سجل مصطفى. هذا أمان الله لاعب التونسي، 3 محترفين مع فريق الجيش، 2 من تونس 1 من إيران. حسين فرحان، علي فرحان، خطأ لمصلحة الجيش. هنا المحاولة مستمرة. الله على مصطفى محمود بكرة جميلة وممتازة، استطاع أن يسجل من خلالها الهدف الثامن لمصلحة فريق الجيش. 8-5. الفارق أصبح ل3. هنا الحارس أمير حسين، هنا علي صلاح، مصطفى، تحضير من مصطفى قحطان، أسامة رفعت، توجيهات لسيف علي صلاح، سفيان، محاولة خاطئة وصلت لعلي جاسم حارس المرمى. علي، تحضير ميثم بالتصويب، وحارس المرمى بتصدي أمير حسين. هنا الخطأ، هنا الحارس، تصدي ممتاز، ارتداد سريع، فرصة، محاولة مستمرة، تصويبة، وهدف لأسامة رفعت. سجل أسامة رفعت بكرة بارتداد بنقلات كانت ممتازة، استطاع أن يسجل فريق الجيش الهدف التاسع باندفاع كبير من قبل هذا اللاعب. 9-5 ولدينا تايم اوت الآن. 9-5 فارق 4 أهداف. رعد خنجر بتوجيهات. هذه المباراة آخر مباريات الدور 13. هناك مباريات مؤجلة كذلك، شرطة وفريق الحشد مؤجلة، الكرخ وديالة مؤجلة. هنا الوقت المتبقي 14 دقيقة، والنتيجة تشير لتقدم فريق الجيش وبفارق 4 أهداف. 9-5 من خلال هذا اللقاء، آخر لقاءات الدور 13. كرة لنفط البصرة، تحضير، محاولة مستمرة، سجاد عامر لسيف عبد الحسين، ميثم، حسين فرحان، تحضير الآن، تبقى المحاولة مستمرة ولكنها تقطع. أمان الله، تمرير لسيف علي صلاح، جيش، مصطفى محمود لعلي، لمصطفى قحطان، أسامة رفعت، واحد من أفضل اللاعبين، لاعب ممتاز أسامة، تحضير، تصويبة ولكنها إلى الخارج.
كانت قوية ولكنها كانت عالية بنفس الوقت. هنا الارتداد، حسين فرحان يحاول، وهدف. هدف لنفط البصرة، هدف لحسين فرحان، هدف سادس الآن، 9-6. تحضير عن طريق مصطفى. سفيان طرابلسي، علي صلاح، مصطفى محمود، أسامة. حاولات مستمرة، الصافرة والخطأ. خطأ لأسامة، هذا أسامة رفعت. مباراة جميلة لهذا اللاعب، يقدم فيها أداء ممتاز. هنا اللاعب كذلك علي رعد. هنا التحضير، هجوم لنفط البصرة. تحضير من جديد، هجوم الآن، تصويبه وحارس المرمى. برافو بشكل ممتاز هذا الحارس أمير حسين، وبالمقابل كذلك برافو لحارس مرمى نفط البصرة الواضح في الصورة علي جاسم، يتصدي أكثر من رائع. حراس المرمى بلقطة مزدوجة، بلقطة كانت جميلة هنا وهناك، فيها تصدي ممتاز، فيها إنقاذ أكثر من رائع بالنسبة لحراس مرمى الفريقين، أمير حسين من جانب فريق الجيش وعلي جاسم من جانب نفط البصرة. هنا المحاولة مستمرة لنفط البصرة. سجاد عامر لميثم عودة، ميثم، سجاد، حسين فرحان، سجاد، حسين، نفط البصرة وصافرة وخطأ. رعد خنجر ومحمد حمزة، توجيهات المستمرة. تحضير لنفط البصرة، خطأ من جديد لحسين فرحان. هنا التحضير، خطأ من جديد. سيف عبد الحسين، هنا مصطفى محمود، تحضير للتصويب، تصويبه وصافرة وخطأ. خطأ لسجاد عامر، خطأ لسجاد عامر، خطأ لنفط البصرة. حاولات مستمرة، تصويبه وصلت لحارس المرمى، تصدى لها بذكاء. هنا التحضير، 9-6 لغاية الآن، فارق ال3 أهداف، فارق طبعا ليس بالكبير، ولكن هل يستطيع العودة نفط البصرة أو يبقى الفارق بالنسبة لفريق الجيش ويبقى الصمود وربما زيادة الأهداف؟ هنا هدف لنفط البصرة، هدف سابع، الهدف السابع من خلال الكرة الماضية، 9-7. دخول لسفيان الطرابلسي، أسامة، فريق الجيش، المحاولة مستمرة. سفيان، علي صلاح، نقلات لفريق الجيش، تمرير خاطئ
ارتداد سريع، محاولة لهدف. نعم هدف، نعم هدف. رضا علي، رضا علي يسجل هدف، رضا علي يسجل ويقلص الفارق. هذا رضا علي، هذا الأسمراني قلص الفارق من خلال اللقطة الماضية. تايم اوت لفريق الجيش. 8 دقائق استطاع أن يقلل الفارق وبعد ذلك أن يقلص الفارق. نفط البصرة. توجيهات من المدربين. شوط أول جيد بين الفريقين. تحضير الآن. جيش حاولة مستمرة، الصفرة والخطأ. تحضير علي صلاح، أسامة لسفيان، صافرة وخطأ. تصويب إلى الخارج. كاميران، تصويب إلى الخارج من أسامة رفعت. يبقى الحال على ما هو عليه. فارق الهدف، فارق الهدف لمصلحة فريق الجيش. فريق نفط البصرة الأكثر اندفاعا من خلال الكرات الماضية هو الذي قلل الفارق وهو الذي قلص الفارق. ننتظر ونتابع. هل فيها تعادل؟ هل فيها تاسع أو 10 لفريق الجيش؟ ننتظر ونتابع. هنا سجاد عامر لميثم، حسين فرحان لسجاد، تصويبه خطأ ورمية 7 أمتار. 7 أمتار لسجاد عامر، بقوة، باندفاع وبذكاء كبير وبإصرار كذلك. هذا اللاعب استطاع أن يتحصل على الرمية الجزائية 7 أمتار، من خلالها حسين فرحان على التنفيذ وهدف التعادل. هدف التعادل لفريق نفط البصرة. تعادل الآن من 9-6 إلى 9-9، من 9-6 إلى 9-9. تعادل الآن. آخر 6 دقائق من زمن الشوط الأول. شوط فيه سجال، هجمة هنا وهجمة هناك، هدف هنا وهدف هناك، محاولات لكلا الفريقين، ارتداد سريع، تحكم ودوران بالكرة ونقلات تحسب للاعبي الفريقين. بينما الكلمة لمن ستكون، الكلمة لمن ستكون بنهاية الشوط الأول. الآن الجيش ضاغط
من أجل أن يتقدم مرة أخرى. يتقدم الآن، يتقدم عن طريق كاميران، بينما هنا المحاولة التي كانت عن طريق حسين حسن يسجل من خلالها التعادل. 10-10، 10-10 الآن. الارتداد السريع بعد ما سجل في مرماه، ارتداد سريع يسجل مباشرة نفط البصرة ليتعادل ب10-10. كاميران يتقدم، كاميران يتقدم بالهدف 11 لمصلحة فريق الجيش. 11-10. لا توجد أفضلية لفريق على حساب الفريق الآخر. هنا يجب أن ينصف الفريقان، هنا يجب أن يكون إنصاف للفريقان على ما قدموه من أداء وتسجيل الأهداف والفرص وامتلاك الكرة والدوران والمحاولات. وهنا المحاولة مستمرة، ولكن القائم علي صلاح. ارتداد الآن، حارس المرمى أمير حسين. علي صلاح، من المحاولة مستمرة، والقائم الأيسر، القائم الأيسر، وبالتالي أسامة رفعت. خطأ لأسامة. علي صلاح، كاميران، تحضير، جيش. سفيان لكاميران، مصطفى محمود، وهدف جميل، هدف جميل لفريق الجيش عن طريق مصطفى محمود. 12-10. بدأ يعود ليوسع الفارق. هنا اللاعب خليل إبراهيم، حسين فرحان، ميثم عودة، رضا علي، ميثم، حسين، سجاد، نفط البصرة، ميثم، مسك من كاميران. الخطأ لفريق نفط البصرة، يحاول أن يقلص الفارق مرة أخرى، يحاول أن يعود مرة أخرى. لم يتقدم على فريق الجيش نفط البصرة إلى الآن منذ انطلاقة الشوط. وصل للتعادل المرتين، ولكن لم يتقدم ولا حتى بفارق هدف واحد. يبقى التقدم لفريق الجيش لأكثر من مرة، ولكن عاد لأكثر من مرة وتعادل نفط البصرة، ولكنه لم يتمكن من أن يتقدم على فريق الجيش. الآن الفارق هدفين، والمحاولة كاميران. الله 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 لمصطفى قحطان، هدف جميل بذكاء كبير بحرفنة من قبل هذا اللاعب. يتقدم بالهدف 13، يتقدم بالهدف 13. برافو مصطفى قحطان، بحركة لعب كانت ممتازة، وبحرفنة بذكاء كبير وبخبرة كبيرة استطاع أن يسجل هدف جميل. هنا ممكن هدف، ممكن هدف، ممكن هدف. مصطفى يحاول، والهدف، الهدف لفريق الجيش، الهدف 14. أصبح الفارق إلى 4 أهداف، وهذه المرة الأولى يكون فيها الفارق إلى 4 أهداف. وصل ل3 أهداف، ولكنه لم يصل ل4 أهداف. الآن الفارق 4 أهداف، 14-10، 14-10. الثواني الأخيرة 53 ثانية، الثواني الأخيرة. يحاول فريق نفط البصرة. ميثم، صافرة، وخطأ من جديد. حسين فرحان، ميثم، والخطأ.
التحضير من جديد، خطأ لفريق الجيش. ارتداد سريع، تصويبه وحارس المرمى. هنا رضا علي، هنا الخطأ، هنا التحضير، رضا وخطأ من جديد. إذن هنا الصافرة. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم تأتي الصافرة لنهاية الشوط الأول بتقدم فريق الجيش ب 14 هدف مقابل 10 أهداف. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين إلى اللقاء. آخر الكرات خلاص، يعني حتى الثانية الأخيرة انتهت. بمجرد أنه تلعب الكرة ينتهي الشوط. ميثم عودة على آخر كرة. خلاص تنتهي الأمور، وبالتالي استراحة قصيرة ولنا عودة مع بداية الشوط الثاني.
كابتن لا تقول له لا على الحايط ويطمع.
أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة للشوط الثاني من لقاء الجيش ونفط البصرة، ختام الدور الثالث عشر من المرحلة الثانية، آخر مباريات الدور الثالث عشر. تركنا الشوط الأول بتقدم فريق الجيش بفارق 4 أهداف ب 14 مقابل 10. هنا بداية الشوط الثاني، والبداية مع نفط البصرة الذي يلعب على يمين السادة المشاهدين، وفريق الجيش يلعب على يسار السادة المشاهدين. شوط أول كان ممتاز لكلا الفريقين، استطاع نفط البصرة الوصول للتعديل للهدف العاشر عندما تمكن تسجيل 3 أهداف متتالية، ولكن بعد ذلك فريق الجيش سيطر واستحوذ وتقدم وسجل. وهنا مع بداية الشوط الثاني كذلك يسجل عن طريق مصطفى محمود يسجل الهدف ال15 لفريق الجيش. 15 مقابل 10. شوط ثاني كل تأكيد يريد نفط البصرة أن يقلل الفارق. ميثم عودة، ميثم لعلي فرحان، لميثم حسين فرحان، حاولوا التصويب وهدف، هدف عن طريق ميثم عودة يسجل لفريق نفط البصرة الهدف ال11. تحضير لفريق الجيش، أسامة رفعت، علي رعد، أسامة، علي صلاح، كاميران، يحاول أسامة لعلي صلاح، لأسامة، كاميران، دخول وهدف عن طريق علي رعد، هدف عن طريق علي رعد، الهدف ال16. هنا التحضير والصافرة والخطأ. – 16 مقابل 11. يريد فريق الجيش أن يبقي الفارق بهكذا عدد من الأهداف ليؤكد الانتصار والفوز ونقاط المباراة، بينما نفط البصرة يريد أن يعود تقليل الفارق أولا، التعادل ثانيا، التقدم ثالثا. كل هذه الأمور يفكر فيها فريق نفط البصرة. هل يتمكن؟ هنا علي فرحان، بينما هنا مصطفى محمود، تحضير وهدف جميل، هدف جميل لحسين فرحان. نفط البصرة الهدف ال12. – 16 مقابل 12. أربع دقائق من زمن الشوط الثاني، 26 دقيقة متبقية. هنا هدف لعلي صلاح، هدف لعلي صلاح. تحضير الآن، نفط البصرة حاولة مستمرة، سيف عبد الحسين، علي فرحان لسيف، وصافرة وخطأ، صافرة وخطأ لفريق نفط البصرة. هذا سيف عبد الحسين
بينما المحاولات وصلت لميثم. عودة تصويبة من ميثم إلى الأوت، تعود بسرعة. هنا تصويبة وهدف جميل لعلي صلاح، هدف جميل من ارتداد، يسجل الهدف الثامن عشر في مرمى هذا الحارس البديل حسين خالد. الحارس حسين خالد الذي يبدأ مع الشوط الثاني. حسين فرحان، ميثم، علي فرحان، تحضير، وفريق الجيش يسجل مصطفى محمود بذكاء كبير، يسجل الهدف التاسع عشر لفريق الجيش. 19 مقابل 12. فريق الجيش يوسع الفارق إلى 7 أهداف. تحضير الآن حسين فرحان، نفط البصرة، حاولة مستمرة والتصويب وحارس المرمى أمير حسين. هنا التصويب والهدف، الهدف عن طريق علي رعد، الهدف لعلي رعد. عشرين مقابل 12. فارق 8 أهداف أصبح الآن، بدأ يكون الفارق كبير. هذا الأمر الذي لا يتمناه بكل تأكيد فريق نفط البصرة، أن لا يكون الفارق كبير. تصدي من مصطفى، هنا الحارس أمير حسين، وبالتالي تفوق يبقى، الفارق يبقى، المحاولات تبقى لمصلحة نفط البصرة. حسين حسن حاول تصويب، كانت قوية ومرة أخرى، كانت قوية عن طريق خليل إبراهيم. خليل إبراهيم، لكن العارضة أسامة رفعت، علي رعد لأسامة، علي صلاح، كاميران لمصطفى محمود، يحاول أسامة، علي، أسامة، علي صلاح يحاول، والهدف الجميل، الهدف الجميل هذه المرة، هدف جميل. هنا الحارس علي جاسم، بينما هنا المدرب رعد خنجر. نتيجة واضحة، 21 مقابل 12. تصدي من أمير، علي صلاح، كاميران، يسجل كاميران، يسجل كاميران أسد الله المحترف الإيراني، الهدف رقم 22 لفريق الجيش. الأمور من خلال الشوط الثاني واضحة جدا لفريق الجيش، الفارق وصل ل10 أهداف. شوط أول كان أفضل بالنسبة لفريق نفط البصرة، كان قريب، كان متساوي، كان يقلل الفارق، كان ممكن حتى وصل للتعادل لأكثر من مرة، ولكن الشوط الثاني لا، الفارق كبير عندما يصل ل10 أهداف، وأفضلية لفريق الجيش. ترتيب الخامس لفريق الجيش
47 نقطة من 22 مباراة، فاز ب 15 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 5 مباريات. بينما نفط البصرة المركز السادس ب 46 نقطة من 25 مباراة، فاز 15 مباراة وتعادل و9 خسار. تعادل كان 1 و9 خسار تلقاها الفريق. جيش 5 خسار، نفط البصرة 9 خسار، جيش تعادلين، نفط البصرة بتعادل 1. ولكن الانتصارات لكل فريق 15 انتصار، فارق النقطة. هنا التحضير والتصويبة وهدف، هدف لنفط البصرة، هدف لنفط البصرة هذه المرة من سجاد رعد خنجر. سجاد رعد خنجر هو اللي سجل الهدف باللقطة الماضية، الهدف الثالث عشر لفريق نفط البصرة. تحضير الآن، كاميران، أسامة، علي صلاح لكاميران، دخول والتصويب والهدف. الهدف عن طريق علي رعد، لاعب الشاب ممتاز جدا هذا اللاعب، يسجل هدف الآن. كرة لمصلحة فريق نفط البصرة. سجاد رعد خنجر، حسين فرحان، رضا علي. تحضير خليل إبراهيم، سجاد وهدف. سجاد رعد خنجر يسجل الهدف الرابع عشر. هذا سجاد رعد خنجر سجل الهدف الثالث عشر والرابع عشر. أحد البدلاء للمدرب رعد خنجر، سجل هدفين على التوالي. تحضير الآن، أسامة، خطأ. بالسلامة للاعب فريق الجيش علي صلاح، خطأ على حسين حسن. إصابة للاعب. تحدث عن مباريات هذا الدور، مباريات الدور الثالث عشر. بلدية البصرة الخسارة أمام كربلاء ب 36 هدف مقابل 26 هدف. بالسلامة للاعب فريق الجيش. يبدو هناك إصابة. علي صلاح، ما نتمنى تكون إصابة بالغة، وبالتالي نتمنى أن ينهض. حالة تصادم كانت ما بين لاعبي الفريق. معافى إن شاء الله، العودة سريعة إن شاء الله. لا يزال يتلقى العلاج.
شكر موصول للأستاذ حسام عبد الرضا لنقل كل المعلومات التي تخص دور النخبة العراقي لكرة اليد، مراكز، ترتيب الفرق، لاعبين، جداول المباريات، كل هذه الأمور تأتي من قبل الأستاذ حسام عبد الرضا. يشكر على مجهوده الكبير الذي يبذل. ينقل اللاعب علي صلاح بالسلامة لعلي، نتمنى له الشفاء والعودة السريعة. كرة مع فريق الجيش. مصطفى قحطان، كرة لسفيان الطرابلسي. كاميران، سفيان، مصطفى محمود صوب ولكن الكرة إلى الخارج. سجاد رعد، تحضير الآن. حسين فرحان، نفط البصرة، تحضير من جديد. مرة أخرى ميثم يخسر الكرة. هنا الارتداد والكرة لا تزال، والحارس أمير بذكاء كبير. عودة لكرة فيها ارتداد. حسين فرحان لخليل إبراهيم. سجاد رعد خنجر. حسين فرحان، نفط البصرة. هنا التحضير. ميثم، صافرة وخطأ. خطأ إذن. تحضير من جديد. هنا التصويبة وهدف. هدف لنفط البصرة. سجاد رعد ممتاز جدا. سجاد بعد دخوله سجل الأهداف الثلاث المتتالية الأخيرة، الهدف الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هنا التصويبة إلى الخارج من قبل علي رعد. هنا لاعب مصاب بالسلامة لحسين فرحان. هنا حسين لاعب ممتاز كذلك، تحركاته ممتازة، قدم أداء ممتاز مع نفط البصرة من خلال هذا اللقاء بالاستلام والتسليم والتحرك والدوران كذلك بكرة وبدون كرة. توجيهات الكابتن راعد خنجر لميثم عودة. لا نتمنى أن نشاهد إصابة ثانية للاعب من لاعبي الفريقين بعد ما شاهدنا إصابة اللاعب علي صلاح، وعلى أثرها غادر وترك المباراة. 23 مقابل 15، فارق الثمانية أهداف، وقت تقريبا متبقي 16 دقيقة. هنا أسامة رفعت فريق الجيش 12 لقب،
آخرها موسم 2020-2021 بقيادة المدرب صلاح راجي، وأول لقب كان موسم 81-82 بقيادة المدرب غازي جوهر. تحضير الآن نفط البصرة، محاولة مستمرة صافرة والخطأ، هذه المرة الخطأ ل 89 اللي هو سجاد عامر. سجاد محاولة مستمرة، تبقى الكرة سيف عبد الحسين يسجل. هنا سيف عبد الحسين يسجل بتصويبة قوية لمصلحة نفط البصرة الهدف السادس عشر. هنا علي عباس أحد البدلاء، سفيان، أسامة لسفيان، علي عباس لكاميران، تصويب ولكن حارس المرمى. هنا الحارس الذي تصدى للكرة الماضية. هنا التحضير، هجوم الآن، ميثم، نفط البصرة خليل إبراهيم لميثم، عودة سجاد عامر، تصويبه وخطأ، رمية جزائية 7 أمتار لنفط البصرة لسجاد عامر، خطأ 7 أمتار. تنفيذ عن طريق خليل إبراهيم، خليل بمواجهة أمير، تصويبة بالأولى ردها ولكن الثانية في المرمى، الثانية في المرمى. أمير حسين حارس المرمى. هنا خليل يسجل لنفط البصرة الهدف السابع عشر. 23 مقابل 17، بدأ يقلل الفارق، الفارق من 10 إلى 8 الآن إلى 5 أو إلى 6، فارق إلى 6 أهداف. هنا الارتداد سيكون الفارق ربما أقل، ربما أقل. أي نعم، أي نعم، سجاد يقلل الفارق إلى 5 هذه المرة. الهدف الثامن عشر لنفط البصرة. أسامة، شوط ثاني، كاميران، خطأ لفريق الجيش. تحضير أسامة وخطأ، أسامة رفعت، هدف لفريق الجيش. 24 مقابل 18. هذا كاميران اللي سجل في اللقطة الماضية. – 24 مقابل 18، الفارق 6 أهداف، ولكن بدأ يقترب نفط البصرة، قلل الفارق، كان الفارق إلى 10، الآن الفارق إلى 6 في ظل تقدم فريق الجيش ب 24. هنا التحضير، علي عباس يحاول ويسجل. علي سجل، علي ربما صافرة وخطأ، نعم خطأ. أو هدف
نعم يحتسب الهدف رقم 25 مقابل 18. جيش 25 مقابل 18 لفريق نفط البصرة. تحضير الآن حسين فرحان، ميثم، سجاد، سيف عبد الحسين، وصافرة وخطأ. تسعة أمتار لمصلحة نفط البصرة. تحضير الآن خطأ، وسبعة أمتار لفريق نفط البصرة. 7 أمتار لفريق نفط البصرة. حسين فرحان على التنفيذ. حسين، تصويبة وهدف، هدف لنفط البصرة، الهدف التاسع عشر. 25 مقابل 19. هنا من حارس المرمى إلى حارس المرمى بذكاء كبير من الأول وذكاء كذلك كبير من الثاني. أسامة حاول مستمرا. هنا التصويبة والهدف، الهدف عن طريق مصطفى قحطان، يسجل لفريق الجيش. حسين فرحان، تحضير، نفط البصرة التصويبة، ولكن التصدي الممتاز من قبل سيف علي. كاميران، يسجل كاميران، يسجل كاميران أسد الله اللاعب الإيراني بلقطة كانت جميلة، استطاع من خلالها أن يصل بفريقه للهدف رقم 27 مقابل 19. الفارق 8. حسين فرحان، تحضير الآن. حسين، خطأ من جديد. 9 دقائق على نهاية اللقاء. تحضير، ميثم، خطأ على مصطفى محمود. حسين فرحان، ميثم، تصويبه، عادت مرتدة سريعة لهدف ممكن. أسامة بالتمرير لعلي عباس، يسجل علي عباس، يسجل علي عباس، يسجل علي عباس الهدف رقم 28. علي عباس يسجل 28 مقابل 19. الفارق 9. الفارق 9 أصبح الآن. سيف فرحان، سيف عبد الحسين، ميثم، رضا علي، ميثم عودة، حاول، استمر، وهدف جميل، هدف بطريقة عن طريق هذا اللاعب رضا علي، يسجل لنفط البصرة. ثمانية 28 مقابل 20. فريق الجيش الدور الماضي الدور الثاني عشر مباراته كانت مؤجلة، ونفط البصرة
قادم من فوز على فريق الكوفة ب29 مقابل 24. ميثم، سيف فرحان، خطأ. سيف فرحان، سيف عبد الحسين، وهدف. هدف لسيف عبد الحسين. استلام جميل، لف ودوران وتصويب ممتاز. هنا التحضير، أسامة رفعت، صافرة وخطأ. خطأ إذن. تحضير أسامة، هنا الهجوم، التصويبة واصطدت، عادت لرضا علي. رضا، تحضير من سجاد، تبقى التصويبة وحارس المرمى. تصويبة والحارس أمير حسين مرة أخرى. يتصدى أمير، يتصدى أمير حارس مرمى فريق الجيش. ميثم، رضا، صافرة وخطأ على مصطفى محمود. حسين فرحان، تحضير، هجوم، تصويب وهدف عن طريق رضا. رضا علي يسجل من اليمين، الدخول والتسجيل بالنسبة لفريق نفط البصرة. 28 مقابل 22. فارق الستة أهداف. وقت المتبقي 5 دقائق. تحضير مصطفى قحطان، كاميران بالتصويب والخطأ. خطأ من جديد. من نتائج الجولة كذلك مباراة الفتوة والكوفة. اعتبر فريق الكوفة خاسرا ب15 هدف مقابل لا شيء لعدم حضوره لمباراة الفتوة، لملاقاة الفتوة. حارس المرمى يتصدى بذكاء بمرة أولى وثانية. برافو لأمير حسين، لياقة بدنية عالية لهذا الحارس، وردة فعل كانت سريعة وممتازة. كذلك من نتائج هذه الجولة هذا الدور فوز ذي قار على المسيب ب34 مقابل 29، وفوز كربلاء على بلدية البصرة ب36 مقابل 26. كرخ ديالة مؤجلة، شرطة الحشد مؤجلة، سليمانية انتظار. من خلال هذا الدور منافسة تبقى كبيرة بين الفرق الأربع الأوائل. كذلك ينضم معهم فريق الجيش صاحب الترتيب الخامس. كرخ والحشد. لا تزال المنافسة، كذلك دخول ديالة، الشرطة، الجيش. 7 أمتار. أسامة رفعت يصوب ويسجل. أسامة رفعت قوية كانت بيساره على يسار حارس المرمى ليتقدم بالهدف رقم 29. 29 مقابل 22 لغاية الآن. تحضير الآن
مرة أخرى ارتداد لفريق الجيش سريعة جدا. أسامة رفعت يصوب ويسجل في مرمى علي جاسم. دقيقتان الوقت المتبقي ويسجل الهدف رقم 30. الهدف رقم 30 أسامة رفعت يسجل. رضا ميثم سيف فرحان سيف يسجل سيف كالمعتاد بطريقة ممتازة. هنا حارس المرمى البديل مهيمن محمود يأتي بديلا لأمير حسين، وهدف بطريقة أكثر من رائعة عن طريق اللاعب سيف عبد الحسين بالرقم 5 لاعب فريق نفط البصرة. يصل للهدف رقم 23 نفط البصرة. شوف التحرك لفريق الجيش، وهنا التصويبة والهدف عن طريق جعفر صباح يسجل الهدف رقم 31 مقابل 23. سيف فرحان خطأ إذن. 7 أمتار حسين فرحان بمواجهة مهيمن محمود. الرمية الجزائية يسجل من خلالها. سجل حسين فرحان. ثواني الأخيرة 31 مقابل 24. تحضير أسامة، هدف إذن هدف رقم 32. تصويبه إلى الخارج. 32 مقابل 24. إذن هنا الصافرة تأتي فريق الجيش من خلال هذه المباراة ومن خلال هذا اللقاء ب 32 هدف يحقق الانتصار على نفط البصرة اللي يسجل 24 هدف. مبروك لفريق الجيش، هارد لك لفريق نفط البصرة. كنت معكم معلقا للمباراة علي الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.